انا عارف اللي هقوله ده هيزعل مني مطاعم كتير، بس انا قررت لا هصور اسامي ولا منتجات غريبه تاني، لان الموضوع زاد عن حد. احنا بقى ان شاء الله هنأكلك حاجة حلوة خالص خالص خالص، فتة اسمها زعفرانة بهيج. فهمت الكلام؟ يلا بينا. عم عادل انا اسف، انا قررت مش هصور تاني حاجه غريبه. اول حاجة في زعفرانة بهيج الزبدة. بسم الله. تاني حاجة التوم. يلا بينا ننزل بالخل. الله. ايوه. وايه العيش ده يا عم عادل؟ ده عيش متحمص بالزبدة والزعفران والخل والتوم. يلا بينا. يلا. هنعمل ايه يا عم عادل؟ هننزل بالرز مستوي بالزبدة العربي، نسقسق عليها بالصلصة بخلطة بهيج ومش خلاص. صح النوم، هنحط التوم. ننزل بالجمبري ابو شنب حرير يلا. بتاع الهزه والمزه وسهر الليالي. حلو الكلام. حلو الكلام. كده بقى احنا وصلنا لاخر الزعفران البهيج. فاضل لنا عندك اديني فرصتي بقى. خد بقى عندك حته شيف عالمي اهي. لا يا حبيبي كله في في كده الاونطه. وخلاص وخلاص. ما خلاص. هنبدا بشوربه السي فود. اوه يا لهوي على الجمال. بصراحه بقى انا نفسي اعمل حاجه من بدري يعني. الشوربه بتشرب كده. زعفران البهيج. زعفران البهيج دي الفتة المصري بطشة الخل والثوم، وعليها الخبز المتحمص المتسقسق بالزبدة الفلاحي، واخيرا بدل اللحمة جمبري. الزبده باينه في العيش وتحميصته حلو قوي. ايوه. وبهيج عشان يكمل الجمدان جاب جنب المشروبات الغازيه عصاير فريش كمان. قص الكلام زعفرانه تمام التمام، وبهيج غير مفهوم الفته عندنا. تعالوا جربوها وقولوا لي رايكم.